تعال اقول لك على اهم 3 اخبار للاهلي النهارده، انما ايه هيبسطوك. بس مبدئيا صلي على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. منصة دازن الناقل الحصري لكاس العالم للأندية اختارت هدف محمد بن رمضان في بورتو من ضمن أفضل 10 أهداف في دور المجموعات. بن رمضان قدم مستوى عالمي مع النادي الأهلي وقدم أوراق اعتماده وسجل تحفة فنية. وخليك فاكر إن قلتلك إن بن رمضان ده هو تونسي جديد في الأهلي على خطى علي معلول. أما بخصوص إمام عاشور اللي حابب أطمنك عليه النهاردة، إمام عاشور عايز يرجع الملاعب في أسرع وقت ممكن، علشان كده اتعاقد مع خبير أوروبي علشان يقدر يرجع الملاعب بسرعة، وفي نفس الوقت الإصابة دي ما تتكررش تاني. خلي بالك إن إمام عاشور مرشح كأفضل لاعب داخل أفريقيا بعد مستواه العالمي، سواء في الدوري المصري أو في دوري أبطال أفريقيا. أما بخصوص وسام أبو علي، جاي برضه أطمنك النهاردة وأقول لك النادي الأهلي أصلا مدد عقد وسام أبو علي ل 2029. ده مش بس كده، الاهلي هيرفع عقد وسام ابو علي من $1,100,000 في السنه ل $1,500,000. ده غير كمان $500,000 اعلانات يا غالي. الاهلي مش عايز يفرط في وسام ابو علي، ووسام برضه مش عايز يلعب لاي نادي عربي غير للنادي الاهلي. باذن الله على الاقل مكمل معانا الموسم ده علشان نكسر الدنيا.